تفضل. مرحباً. يروي هذا الفيلم قصة 3 نساء يقررن خوض أول تجربة مثيرة لهن. ما هي القصة؟ تابعوا معنا. تبدأ القصة في لاغوليت، حيث يغادر 3 شبان، نينو وفرزت وشوشو، الغرفة بهدوء، ثم يذهبون مع صديق إلى منزل مالك الأرض الحاج، وهو أعزب. يخبرهم شوشو أن الحاج ساحر لديه 7 خطيبات متمردات، قتل خطيباته ودفنهن في منزله. في هذه الأثناء يراقب فارسيت الحاج سراً في منزله وهو يحمل طائرة. ثم ننتقل إلى بوتيك السيدة كافاسينو، حيث نرى العديد من الفتيات يجهزن فساتين زفافهن، وتشتكي إحداهن زهرة للسيدة كافاسينو إذا كن يعملن ببطء شديد، لكن السيدة كافاسينو تخبرها أنهن لا يحببن العمل غير المتقن، بل يردن أن يكن الأفضل. وشبهت السيدة كافاسينو الفتيات بصورة فتاة ميتة لطيفة، حيث أنهت لطيفة حياتها بسبب المضايقات المتكررة من مالك منزلها حجاج. والفتيات الثلاث هن مريم وتينا وجيجي. خادمة منزل مريم تايتا تراقبهن سراً. عادت مريم وتينا وجيجي إلى المنزل، وأخبرهن نينو وفرزيت وشوشو بوصول رجل ماكسو ديلون من إيطاليا، فاحتفلت العائلة. كانت مريم وتينا وجيجي في غاية السعادة لرؤيته. تلتقي مريم بوالدتها وتسألها إن كانت ستذهب هي وتينا وجيجي في إجازة على الشاطئ. تخبرها والدتها أن هيج سيتناول الغداء في المنزل قريباً، وتطلب من مريم العودة قبل عودة والدها. كان ماكسو موجوداً أيضاً على الشاطئ عندما كانت مريم وتينا وجيجي معاً. تبادلت جيجي وماكسو النظرات. ثم نعود إلى منزل مريم، حيث يتناول هيج الغداء مع والديه. عندها أخبر تايتا الفتيات بما رآه بالأمس في الكنيسة، قائلاً إنهن سيتزوجن مجاناً بدون خواتم ولا مهر ولا كعكة زفاف ولا عقود، حياة خارج إطار الزواج. في هذه الأثناء يسمع هيج قصة تايتا عن الفتيات، ويرفض تناول الطعام لأنه يعتقد أنه غير حلال. ذهب هيج إلى الحمام ورأى مريم تستحم بالصدفة، لكنه قرر العودة وودعها ليذهب إلى المنزل. تعيش عائلة مريم أيضاً في منزل هيج المستأجر، حيث يعلق والد مريم على سبب عدم تحصيله الإيجار، لكنه سمح لنا بالتأخر في الدفع. وبينما كان الرجال يراقبون تينا وجيجي يانغ وهما تستحمان على الشرفة، أغمي على رجل من هول المنظر. ثم نرى تايتا جالساً مع هيج. يحضر تايتا بعض المجوهرات من والدة مريم لدفع الإيجار، قائلاً إنهم لا يملكون أي نقود. أثناء مغادرتهن التقين ب3 رجال دعوهن إلى حفل زفاف لوسيت، حيث كشف الرجال ال3 أنهم سيحصلون على غرفة خاصة. وافقت النساء على الفور. في ليلة الزفاف جلست هيج تراقب مريم بهدوء، ثم انضمت النساء إلى الرجال ال3 في غرفتهم. وبينما كان الحفل مستمراً، ظل ذهن هيج يبحث عن مريم التي اختفت. ذهبت هيج للبحث عن مريم وتتبعت بعض الغرف، ووجدت الغرف التي اشتبهت في أن الفتيات والفتيان قد انضموا إليها. ذهبت هيج لإخبار والد مريم، فاندفعوا بسرعة إلى المدخل ووجدوهم هناك. ثم ضرب والد مريم ابنته، ووبخ والدها ابنته جيجي، بينما واجهت تينا نفس الشيء. بعد ذلك ألقى الآباء اللوم على بعضهم البعض بسبب أخطاء أبنائهم. في هذه الأثناء اختبأ 3 من رجال يانغ في مستودع. أخبرهم ميرو أن آباء الفتيات يبحثون عنهم، وهددهم بالقتل لأن النساء أخبرن آباءهن أنهن لم يعدن فتيات. أخبر الرجال ميرو أنه إذا لم يفعلوا ذلك فسيوافقون على كتابة رسائل للنساء. التقت تايتا بهيج، حيث كشفت هيج أنها سمعت شائعات عن مريم، وأن والد مريم هو يوسف. ردت تايتا: أين هو؟ لا أحد يعرف حقيقة الأمر، إنه لغز. وأضافت تايتا: علينا الانتظار حتى نهاية الشهر. ثم أخبرت لينا والدتها أن والدها خرج لمقابلة صديقته. لم تبدو والدتها متأثرة. فكر في الأمر وافترض أن جميع الرجال ما زالوا رجالاً. أجابته تينا: إن كان الأمر كذلك فسيرحل، لأني سئمت العيش في لابوليت. شعرت أني لا أستطيع العيش هناك بعد الآن. راقبت والدة مريم ابنتها التي نامت ليومين ولم تتكلم.
عرضت عليها والدتها ارتداء الحجاب، لكنها شعرت أنها لم ترتديه من قبل. ثم ذكرت حجاج وألقت باللوم عليه. صدمت مريم وتساءلت عن صلة القرابة، لأن حجاجاً ليس والدها ولا عمها. استمرت والدتها في الضغط على مريم لإسعاد حجاج برؤيتها، فقالت مريم: هل سيخفض حجاج الإيجار؟ ثم نرى تايتا قادمة لمقابلة جيجي وتريه بعض صور ذلك الشاب. عرضت عليه إن أرادت رجلاً متعلماً فلديها ما تريد، وإن أرادت رجلاً يملك ثروة تايتا فلديه أيضاً. لكن جيجي أجابت أنها عندما تتزوج تريد الزواج من الرجل الذي تحبه. ثم جاء حجاج إلى منزل مريم، لكن مريم كانت وحدها في المنزل. أخبر حجاج مريم أنه تحدث مع والدتها عن الحجاب، فأجابت مريم: هل سمعت بذلك؟ وطلبت مريم أيضاً من حجاج أن تتحدث مع والدها للسماح لها بالعودة إلى مدرسة الخياطة حتى تحصل على شهادتها. لكن حجاجاً جعل مريم تعيده بارتداء الحجاب خارج المنزل لدرء الشر والشياطين. لكن مريم أجابت: ألا تدخل الشياطين إلى المنزل أبداً؟ ذهب حجاج لرؤية والد مريم وطلب منه ارتداء الحجاب وعرض عليها الزواج، لكن والد مريم قال: ألم تعدني بشيء؟ ثم ذكرت هيج المنزل الذي تستأجره مريم وعائلتها، قائلة إنها ستهدم المبنى وتبيع الأرض. لذا لم تبع هيج المنزل لعائلة مريم وخاصة لمريم. علقت هيج قائلة: لكن إن جمعنا الله وأصبحنا عائلة، ووعدت هيج بذلك، وإلا فلن تذكر الإيجار مرة أخرى، وسيكون المنزل ملكاً لوالد مريم. قبل أن يغادر والد مريم قال إن الأمر لا يتعلق بالمنزل حقاً. في هذه الأثناء جاء ميرو للقاء مريم وتينا وجيجي حاملاً رسائل الرجال الثلاثة، وأظهر مناديل بيضاء كتب عليها كلمات حب، موضحاً أنهم أقسموا أنهم كتبوا الرسائل بالدم. علقت الفتيات قائلات: إنهم شجعان، هل تعتقدين أنهم يحبوننا؟ ثم أكدت مريم لصديقتيها: تذكري إذا كان علينا فعل ذلك ففي 15 من أغسطس هم من سيحولوننا إلى نساء. ثم ذهبت هيج إلى منزل مريم، وجدت مريم خريطة كتب عليها: أطلال قرطاجية معبد الحب. أخذ حج زمام المبادرة وأخبر والده، لكن والده اتهمه بأنه كان يتجسس عليها. أكدت تايتا معلومات حج فهرع الآباء إلى هناك، لكن قبل وصولهم كانت الفتيات قد استمتعن بصحبة الفتيان وأضعن شبابهن. ثم لم يعثر عليهن الآباء، فعرفوا أين ذهبن مع علمهم بقدومهم. ثم وصلتهم معلومات من فارسيت تفيد بأنهن عند قبر الرجل الصالح، فذهبوا إلى هناك ووجدوهن يصلين، مما أسعدهم. لم يمض وقت طويل حتى جاء حج وطرد جميع أفراد العائلة الذين كانوا يسكنون في منزله المستأجر، بمن فيهم عائلة مريم. رأت مريم ذلك وعرفت أن حجاً قد خاب أملها فيه. عادت مريم إلى منزلها وهي ترتدي حجابها، ثم ذهبت بهدوء لمقابلة حج في منزله. تفاجأ حج عندما رأى أن مريم قد فعلت ما طلبته منه، وسألها: لماذا أتت مريم؟ عندما وقفت مريم أمامه تفاجأ حجاً كثيراً، فقال: أنت جميلة جداً كالحمامة. لكن فجأة سقط حج ومات. ينتهي الفيلم بفرحة النساء وهن يجدن الرجال الذين يعجبن بهم، والمنزل أصبح ملكاً لهن بعد وفاة صاحبه. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. اشتركوا في هذه القناة وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم إشعار بالفيديوهات القادمة. شكراً لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء قريباً.